السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. النهارده يا جماعة كده هنوريكم حالة طارئة زي ما عودناكم. الناس دايما اللي بتتابعنا اللي بتحب الفرخ وعندهم حمام غالي ومستويات قوية، تمام؟ ممكن بتسأل نفسك سؤال، هو ليه الحمام الغالي او اللي الناس بتطلب فيه ارقام كبيرة ليه سعره ما بيرخص؟ يعني مثلا ده جوز كينج سيلفر اهو، جوز كينج سيلفر مستوى ما شاء الله لا قوة الا بالله. من مشاكل الحمام الكينج يا جماعه لو انت بتربيه في سلكات، بص كده، ايه رايك؟ ايه رايك؟ ده حمام كينج اهو يا فندم، مع ان الطاجن موجود، البياضه موجوده. بصوا قاعده فاتحه ازاي، فاتحه ازاي حجرها اهي، فاتحه حجرها وكانت راقده عليها دلوقتي، حصت اول حصوايه تمام على السلك. طب يا ماما هي دي الطيره يا جماعه، طب يا حبيبتي ما تخشي بإيدي هنا، تمام؟ لا 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 انا مش هبيض، انا بقى رخمه وعاوز اكسر لك البيضه. يا ابو هاجر، بصوا مش عايزه حتى تقع للذكر عشان هي كانت واخده بصوا كانت واخده البيضه دلوقتي جوه في حجرها. بصوا الشق اللي بيظهر ده يا جماعه، شايفين الشق ده؟ ده اللي بتاخد فيه البيضه او بتاخد فيه الزغاليل، تمام كده اهو. طب يا ماما بيضها ليه كده يا حبيبتي؟ عشان تتكسر وتضايقيني، تمام؟ مع ان يا جماعه الجوز ده كان عند حد محترم جدا صديق لينا يعني، وقعدوا عنده تقريبا مش عارف 3 شهور، وهو اللي مجوزهم بايده على فكره، وقال لي يا ابو هاجر ما اشتغلوش. قلت له والله هاتهم عادي ما عنديش مشكله خالص يعني، تمام؟ وجابهم اهو، بقى لهم عندي تقريبا دلوقتي مش تقريبا 25 30 يوم، وحصوا اول حصوايه اهو، ولا عملت اي حاجه غير ان هم بياخدوا ادويتهم مع الحمام عادي خالص، ولا اديت حاجه والله مباشر غير مره واحده حبايه فيت اويل، اقسم بالله هي مره واحده بس، لكن بياخدوا سلينيا مع الحمام، الف دال 3 مع الحمام، مفيش اي مشكله خالص. طيب احنا هنعمل ايه في الحاله دي يا ابو هاجر؟ ما تبقاش رخم بقى خلاص، وقول هتعمل ايه. وخدوا بالكم بس نلفت نظر الناس، الحمام النمساوي كده بيبيض البيضه على السلك، تمام؟ الحمام النفاخ كده بيبيض البيضه على السلك، الحمام البخاره كده، الحمام الروماني البيور كده، كل الحمام اللي هو ماسك سعر هو اصلا بيكسر البيض. والله فعلا. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ خليك معايا كده. هنعمل ايه يا جماعه؟ بالراحه خالص اهو، هم هاديين وجمال كيوت، طبق تحديق هنروح مفضلين لهم كده اهو، مع ان كان في تحديق بس هم كلوه، مفيش غير شويه صغيرين اهو، هنفردهم لهم بايدينا كده اهو بالراحه، تمام يا جماعه؟ بقى عندك التحديق اهو، خد البيضه حطها اهي، البيضه الحمد لله ما اتكسرتش، الحمد لله، تمام يا جماعه؟ الحمد لله، ولا شرخ ولا اي حاجه. هنحطها، اوعى يا امجد، هو الذكر ده شكله مدي على امجد مش عارف ليه، تمام اهو. وهي النتايه يا جماعه اللي متعلمه في كتفها باحمر دي اهو، بصوا زي الكلبه، زي الكلبه، هيطلعوا يرقدوا عليها دلوقتي، وهتبيض التانيه جنبيها. طب يا ماما ما اكمل اول. بصوا يا جماعه، بصوا بالله عليكم، بصوا هتحدى، مع ان كان في تحديق اول امبارح، هتحدى اهي قدامكم اهي، تمام؟ خش يا امجد حدق معاها يا حبيبي، حدق معاها عشان انا قرفان منك اصلا، عشان ذكر همجي بيضرب وعنيف، تمام؟ بعد ما هتحدق هتفتكر ان هي بيضه، هتروح طالعه واخداها في حجرها وتبيض التانيه جنبيها. طيب هو طائر لا يعقل يا جماعه، ده لا يعقل فعلا والله العظيم، تمام؟ فهو ده مشكلته، واي حد بيربي الحاجات دي عارف ان هو بيفرش لهم كرتونه على السلك، تمام؟ او حته موكيتا عشان البيض دايما بيتكسر. حمام الكينج والروماني البيور والكينج المستوى القوي والنفاخ والبخاره والنمساوي مشهورين بتكسير البيض، تمام؟ مشهورين بتكسير البيض، حتى وهم راقدين عليه من حنيتهم ووزنهم التقيل بيكسروا البيضه. بصوا الذكر الكلح، بصوا الكلحه اهو، تمام يا جماعه؟ بيضين يا جماعه ايه على السلك، تمام؟ عشان كده انتاجهم ما بيبقاش غزير، فاحنا بنشتغل على الحضان. لكن لو انت عايز تفرخهم على السايب وتعمل لهم بوكس مثلا يبيضوا عليه، يعني مثلا برنيكه، حاجه كبيره في الارضيه، عادي هم يلموا قش ويتعاملوا كانهم فراخ ودجاج، بينجحوا على فكره في الحوار ده، ان هم يشتغلوا على السايب ويلموا هم القش والحاجات دي ويعملوا لنفسهم عش، هم بينجحوا في الكلام ده. لكن هم في السلكات بس بيبقوا مقرفين شويه، تمام؟ بصوا خلاص اهم هيطلعوا بقى، تطلع تاخد البيضه ايه، وبكره بالليل ولا حاجه هتبيض التانيه جنبيها، تمام؟ وادي ايه، توته خلصت الحدوته. لازم تعرف الحمام ده بيبقى ماسك سعر ليه، عشان هو مش زي الزاجل، مش زي البلدي، مش زي الحاجات اللي هي فريخه وحنينه على البيض، لا هم حنينين جدا على البيض، بس هم عشان تقال
فاغبياء بيبيضوا على السلك وبيبيضوا في الارض وبيكسروا البيض وحاجه غريبه يعني. فانت لازم تبقى واعي معاهم ومصحصح. غاوي الحمام مش غاوي بالاسم كده، لازم تبقى مصحصح وواعي للحاجات دي. وده كان فيديو النهارده. لو نفسك تربي حمام كينج وحمام روماني وانواع حمام غاليه، خد بالك من الحاجات دي عشان هتقابلك. لازم تبقى مصحصح يا غاوي. طالما عايز تبقى فريخ ومعاك فلوس تجيب حمام غالي، يبقى لازم تصحصح ليه وتجهز الحضان الجدعه. تمام يا جماعه؟ شكرا جدا لحسن المتابعه والمشاهده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.